بسقوط النظام السابق المفروض أنه ينتهي كل شيء. لم يبقى لنا من الماضي سوى دراسة هذا الماضي، تقييمه، تجاوز سلبياته وأخذ إيجابياته، نقيمه بنظر الماضي. بدون هذا الكلام بنبقى يعني كقبائل تجر ثاراتها وصراعاتها من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، وبهذا الوضع لا يساعد على تحقيق أي استقرار في اليمن. دائما طبيعة الصراعات السياسية بين المكونات السياسية في أي مجتمع من المجتمعات تخلف ضحايا ومظلومين، ويعني يترتب عليها انتهاكات وحرمان من الحقوق والمسائل هذه كلها. لكن دائما الفكر الإنساني والبشري يجب أن ينتج معالجات لمثل هذه المسألة. المعالجات لكل عوامل الإقصاء والحرمان لا يمكن أن تأتي الآن باجتثاث وإقصاء لمن كان في السلطة. لكن لا، يعني يمكن أن تتم المعالجات بتطبيق المعايير القانونية، تحييد الوظيفة العامة بعدالة انتقالية تنصف كل الأطراف التي أقصيت وحرمت